السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. كل سنة وانتم طيبين وتنعاد عليكم وعلى جميعا بخير يا رب، اللهم امين. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف النهاردة هنعمل ايه. ضربنا شوية البصل في الخلاط يا حبايبي، فرمناهم حلو في الخلاط، معاهم عصرة ليمونة، قرن فلفل حلو كده ما اخضر، لو حابة تحطي قرن فلفل احمر عادي مفيش مشكلة. والتوابل بتاعتنا بهارات السبع حبات وشوية فلفل، شوية ملح، وهنقلب التوابل الحلوة والملح بتاعنا كده في التتبيلة الحلوة دي، وهندبل الفراخ ديت وهنحطها في الحلة بتاعتنا اللي هنعمل بها المحشي. وما شاء الله مش هتنسى حلاوة. زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده، هترصها في قعر الحلة، ما حطيتش لا فلفل ولا طماطم ولا اي حاجة خالص، عشان الفراخ تاخد لون معانا من قعر الحلة، ما يبقاش في حاجة فاصل بينها وبين القعر، تقوم تتدبل وتبقى تحمر وتاخد لون. معانا كرومباية حلوة كده، لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. هنقطعها مع بعض وهنسلكها، ونقلل المحشي بتاعنا حلو كده. هنحرمش منكم يا حبايبي يا رب، بنا يجبركم جبرا يتعجب به أهل السماوات والأرض. وبشكر حبايبي اللي برا مصر وجوا مصر اللي متابعيني. هنحرمش منكم يا رب ويدومكم نعمة في حياتي. طبعا انا بعملها ورقة ورقة كده يا حبايبي، ما بعملهاش بحالها في الحل، بسلكها ورقة. ولو كرنبتك مكبوسة من الورقة ومش تعرفي تورجيها بالراحة كده، اسلقيها، هتسلقيها بحل، تطلع معاكي ورقة ورقة سليمة. لا اله الا انت سبحانك انت من الظالمين. زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده، انا عملتها ومسكت الورقة، بقطع الحتة التخينة، العرق بتاعها التخين ده، وبطبق الورقة كده زي ما انتوا شايفين، وبحطها تتسلق. طبعا المية السخنة بتاعتنا على النار اهيت بشوية الملح، وبتحطي فيها الكرنب بقى تسلقي الورق. يا رب يحسن ما بين ايديكم وما بين عينيكم يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين كده بنسلقه، وهنسيبه بقى في الصينية برضو على ما يبرد ونقطعه حلو. ما شاء الله ما بيتهدرش منه ورق ولا حاجة. هو بالنسبة ليا كده هو طريقة سهلة وبسيطة وما بتهدرش معاكي ورق. طبعا احنا عاملين شوية الطماطم بتوعنا الحلوين دول، وبنجلي البصلة بتاعتنا كده بفص توم، وهنحط عليها فلفل اخضر حراق بارد على حسب الرغبة وعلى حسب ذوقكم، كنتوا كلكم ذوق يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين انا بلف الورقة كده يا حبيبتي، وبعملها كده بتبقى لورتوي. ايوه تلفيها بقى منها الصبع زي ما انت عايزة، بقطعهاش مربعة ولا حاجة. لا اله الا الله. إيه، طبعا ما بنسلقوش قوي يا ولاد عشان ما يتهرش مننا. لا اله الا الله. دي طريقتي في العمايل، ويا رب تكون تعجبكم، يا رب تعجبكم. ولو عجبتكم تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، يا احلى واغلى اخوات. إيه زي ما انتم شايفين برضو يا حبايبي كده، اهي تعرفي تلفيها وتعرفي تقطعي منها. طبعا البصلتين بتوعنا اللي عملناهم 3 دول دبلوا كده على فص توم اهمت، انا ما بحمرهاش جو، بندبلها في الزيت بس، فص توم وقرن فلفل حراق شويه او بارد زي ما انت عايز. وهنحط عليها الطماطم بتاعتنا والتوابل ونسيبها تتسبك. وهنلف المحشي بتاعنا. طبعا الفرخة بتتدبل من اول حاجة عملناها هي من بدري، وبنسيبها بالتتبيلة بتاعتها، بتاخد من التتبيلة بتاعتها ما شاء الله عليها، ما بتنسيش حلاوتها. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. زي ما انتم شايفين يا حبيبي كده، احنا تجليتنا بقى سيبناها على النار اتسبكت براحتها. وده الرز غسلناه، حطينا التوابل بتاعته ملح وفلفل وكمون والبهارات السبعة برضو، كل حاجة هتحط لها توابلها عادي. والفراخ برضو توابلها بتاعتها ملحها وتوابلها على جدها برضو. وهنلفش احلى شوية محشي النهاردة. لا اله الا الله. مش هتنسى حلاوته بالفراخ، يعني لو عيالك ما بياكلوش المحشي هياكلوه ان شاء الله.
لا اله الا الله. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده بنحط هنقلبه في بعضه، ننزل نلف المحشي بقى طبقة طبقة كده على الوش، الحتة الايه فوق الفراخ. طبعا هنسويه ببعضه، الحتة الواطية في الفرخة يعني مش مظبوطة في الصينية كلها، هناخد الطبقة دي كده ونسويها في بعضها كله. هنحرمش منكم يا حبايبي يا رب، ويدومكم نعمة في حياتي، ويحسن ما بين ايديكم وما بين عينيكم يا رب. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده بتسويها كلها في بعضها. انتوا اكيد بتعملوا الاحسن. حرمش منكم يا رب، ويدومكم نعمة في حياتي. طبعا احنا لفينا المحشي في الحله، في بقيه الحله كلها، فلازم تعملي حله واسعه. حبه المحشي صغيرين بس لازم تكون الحله واسعه عشان الفراخ. طبعا بعد ما خلصناها رص كده على نار واطيه خالص، ياخد ساعه ساعتين معاكي. هبطي على النار خالص، وبعد ما استوي يا حبيبي زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا حبايبي وما بين عينيكم. طبعا هنقلبه اهو. هتاكلي احلى شويه محشي بالفراخ، مش هتنسى حلاوته. الا مش عايزه تطلع معايا. زي ما انتوا شايفين يا حبيبي، ربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين عينيكم. ما حرقتش الحله جو ولا حاجه، ده خدت لون بسيط، والفراخ خدت لون اهي وطيبه وما شاء الله عليه. مش هتنسى حلاوتي، جربي بس. ولا فيها زفاره ولا فيها اي حاجه، وطيبه ومهريه واحلى من الفراخ المشويه كمان. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. طبعا هي سخنه مش عارفه امسكها بايدي. انحرمش منكم يا رب، ويدومكم نعمه في حياتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.